السلام عليكم، كي دايرين احبابي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا ديما بخير وعلى خير. بغيت ندير معكم واحد التشكيل ديال الحلوى ديال القطعه ديال البطاطا، ونتمنى يعجبكم وسهل واقتصادي وكيجي ساهل. بسم الله على بركه الله. كنديروا مانكارينا، وتنديروا كاس، كنديروا كاس ديال الزيت، كاس ونص، ها النص. ونتمنى تجربوها، كتجي زوينه وسهله واقتصاديه. كاس ديال سنيده ونص تا هو. نص. كنديروا بيضه، غندير كلشي في خطره. درت شويه ديال الحامض محكوك حتى هو تيجي زوين، يعطي واحد النسمه زوينه. اللي ما بغاش الحامض يدير فاني. واحد الشاصيه، عندي واحد 100 ريال ديال الكوك، غنفرقها. غندير النص هنا وغندير نص مع السنيده باش نبقى فاش نكورو داكشي غنديرو في وسطو مع سنيده، وغندير الكويره في وسط الكوك وسنيده. فهمتي؟ غندير غير نص. وسمحوا لي على التصوير، ونتمنى تشجعوني، ديروا لي جيم وابوني وبارطاجيوها مع الحباب. كتجي زوينه واقتصاديه وسهله، ونتمنى تجربوها. ونمعكها مزيان مع الجو بارد، خاص تخرج على الثلاجه الجو بارد وكلشي. واللي يجربها يكتب لي في التعليقات، ونتمنى تعجبكم. ها كتجي زوينه وسهله واقتصاديه. كاين اللي كيدير فيها الزهر، شاصيه ديال الزهر، وكاين اللي كيدير فيها قشر الحامض. الصراحه قشر الحامض انا كتعجبني به. كاين اللي كيدير فانيا بيضه، واللي بغى شي حاجه يديرها. الوليدات هكا في الصباح ولا شي مناسبه. بعدا يثبت الخير لينا وليكم والجميع يا ربي. والقطعه ديالها هي هادي. ها باش كندير انا الصراحه كنديرها غير الحلوه، باش كتحشي البطاطا في وسطها وتبركي. ما اللي الجهد انا صعيبه عليا في البريك، وليت كنديرها غير الحلوه. من بعد معكتها شريت كيلو ديال الفورس ديال الحلوه. شريت كيلو ديال الفورس ديال الحلوه، كيجي زوين احسن من الفورس العادي. وانا نشوف شحال يشرب ديال الطحين. هانتوما مهما جبعتها واني الطياب ديالها ما خصوش يكون محمر.
خصو يكون غير مذهب باش كتجي زوينه. ها اللي شاطلي من الكيلو ديال الفورس ديال الحلوه، شاطلي غير شويه. ها الكوك اللي شاطلي فاش درتو في العجينه غنخفيه هنايا وغندير معاه سميد. غنشد السميده ونخلطها معاه. 3 4 5 د المعالق مع النص ديال 100 ريال د الكوك اللي فرقتها مع العجينه ودرتها في الطبسيل. نخلط هذا الشيء مزيان باش نبقى مكور. كنديرو القزديره كنديرو فيها شويه ديال الفرص من داك اللي شاطلنا. ممكن نديرو كويرات يكونوا شويه كبارين ما يكونوش عاود صغارين. نحطهم هنا تتسالي. اللي بغى هكا يكور ويحط، واللي بغى يدير جوج شغال بحال دابا هكا تكوري وتحطي في القزديره. وما نعرفت حسب التصوير نوريكم القياس اللي كندير. نتمنى تجربوها كتجي زوينه. تخليكم بالصحيحه وطولة العمر، واللي مريض الله يشافيه. ايوا كل واحد الله يسهل عليه يا ربي. نفندوها مزيان. ونحطوها في القزديره. ولاني هذه خاصها تدخل لها السنيده والكوك مزيان باش ما تلصق لكم. انا كنديرهم كبارين باش كيجيو زوينين في المحطه ديال الطبسيل. فاش كيكونوا صغارين ما كل واحد وذوق. وكنديرها في القزديره صغيره، ما تديرهاش في كبيره باش ما تحرقليش في الجناب على حسب الفران. هانتوما من بعد سويناها حتى طيب وغنوريكم. المهم الفران ما يكونش مجهد، يكون ناقص، لان مازال فيها الزبده مازال غتطلق باش طيب لكم من الداخل. غنحطها من الفوق. هذه العجينه اللي بقات لي انا كورتها وعاد نحطها دابا في الصواني باش ندخل نطيبها. هذا هو التحمار ديالها. الا جات محمره اكثر من هكا ما غاديش تجي زوينه. كتزكى بزاف. انت راه القصعه كبيره. هذه راه غير القزديره الاولى. هذه راه القزديره الاولى. ها القزديره وها القزديره وعاد هذه اللي عندي في الفران.
الشطر. هذا هو القياس اللي كيجي فيه القصعه ديال 2 شبوره. هنا حطيته كيجي زوين وهشيش، ونتمنى يعجبكم. يلا الى اللقاء الى فيديو واحد اخر ان شاء الله. هذا هو القياس اللي دار لي. هانتوما راه القصعه كبيره، 2 شبوره. المهم راه كتزكى، ونتمنى تجربوها، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى تشاركوا معايا. يلا الى اللقاء الى فيديو واحد اخر ان شاء الله. هذا هو القياس اللي كيدير.